السلام البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه. اليوم بغيت نشارك معكم هذا الشكل اللي كيجي اكثر من رائع شكلا ومذاقا، بريستيج هماوي ديال العراضات ديال العراسات ديال المناسبات وديال الاعياد، علاش لا؟ واللي كتبغي تبرع راسها ووليداتها ووالديها، علاش لا ديرها من غير المناسبات. كيف ما كتشوفوا الشكل كيجي رائع، منظر طبيعي، كيسر العين وفي المذاق ما نقولش لكم البنات خصكم تجربوا باش تعرفوني على اش كنهضر. وبالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 140 غرام ديال النيسلي. انا درتهم هنايا، درت 140 غرام ديال النيسلي البنات، ودرت 20 غرام ديال الجليكوز. 20 غرام تقريبا معلقه كبيره، مع 140 غرام ديال النيسلي الابيض. غادي نحتاج مع هذا الشيء 200 غرام ديال اللوز والقرقاع، وغادي نحتاج 2 معالق كبار ديال الكيوي والمشماش المجفف، قطعتهم ها هما، قطعتهم صغار، وهنا راه دايره معاهم شي شويه باش غادي نزين. وغادي نحتاج الشكلاط ابيض 250 غرام، وغنحتاج 2 معالق كبار ديال الورد البلدي، هذا كيبقى اختياري. وغنحتاج ملون ابيض، قبيصه ديال الملحه كتجي حتى هي زوينه مع الحلاوه، اللي بغات ديرها ديرها واللي ما بغاش ما ديرهاش. وبالنسبه للورده البنات كيف ما قلت لكم كتبقى اختياريه، اللي بغات دير الورد يمكن لها دير الورد. انا صراحه ما عنديش مانع نديرو الورد، يعني ما عنده باش يضرني، زائد ان المنظر ديالو كيجي رائع. المذاق كيجي يعني ما عندوش مذاق صراحه، ولكن في المنظر كيجي واعر، وحتى في الماكله ما عندوش باش يضرنا. المهم غادي نجيب هنايا كاسرونه، درت النيسلي ديالي مع الجليكوز اللي ديجا عبرتهم. غادي نديرهم فوق البوطه حتى يسخنوا مزيان يغلاو، وغادي نزيد عليهم الشكلاط 250 غرام ديال الشكلاط الابيض، وغادي ندوبهم مع نيسلي. زائد البنات عندي الشكلاط اخر بيض غادي ندوبو باش غادي ندهن به النوغا ديالي. تبعوا معايا المراحل باش تفهموا كل شيء. غنتسنى على هاد نيسلي ديالي حتى يذوب مع الشكلاط، هو باش غادي نخلط الفواكه الجافه ديالي. صراحه هاد الوصفه كتجي غزاله، هاد النوغا غنيه عن التعريف، ما كاينش اللي ما كيبغيهاش، الصغير والكبير كل شيء تيبغي يهرمش من سنيناتو، واخا بنادم كبير تيبغيها لانها صراحه زوينه. هنا البنات ضفت غير شويه ديال الملون. الملون ما نقدرش نقول لكم واش معلقه او نص، عينكم ميزانكم. ملون ابيض كتبقاو تزيدوا غير بشويه بشويه حتى كيعطيكم اللون اللي نتوما باغيينه، ابيض القوام اللي بغيتوه صافي. وكتحبسوا يعني تقدروا تحتاجوا نص معلقه، تقدروا تحتاجوا معلقه، ولكن حاولوا ما تكثروش، لانني انا بكل صراحه ضد هاد المسائل ديال الملون او المواد الحافظه، انا ضد. بعض المرات كنحتاج للضروره وصافي. هنايا في هاد النيسلي وهو سخون البنات ما تنساوش وهو سخون الله يعطيكم الستر تزيدوا جميع المكونات اللي عندكم، اللوز القرقاع الفواكه الجافه الورد، تزيدوا كل شيء دقه وحده وتحركوا، لان النيسلي فاش كيبرد كيقصاح، ما كيبقاش عاطيكم الطوع باش تخدموه مزيان، ما كيبقاش سائل كيف ما دابا في الاول باقي سخون. حاولوا تكون يديكم خفيفه وترونوا داكشي في شي كاسرونه نيت، و تترونوا داكشي مزيان حتى جميع المكونات اللي عندنا تلبس بنيسلي بالجليكوز. اللي بغات تزيد قبيصه الملحه كيف ما شرط في السابق، اللي بغات تزيد قبيصه الملحه دابا في هذه المرحله تزيدها، واللي ما بغاتش ما تحتاجش. يمكن لكم البنات تزيدوا حتى الزبيب، اللي ما بغاتش دير الزبيب يمكن لها دير غير الفواكه الجافه. بالنسبه للكيوي والمشمشه البنات، بالنسبه للعيالات اللي ما كيبغيوش داكشي غالي، يمكن لا تعوض غير بالبنان ديال 2 دريال اللي كيتباع عند مول الحانوت، حتى هذيك كافيه صراحه، هذيك كافيه. بالنسبه للوز والقرقاع يمكن لك ديري غير كاوكاو، راه ماشي بالضروري، انا ديما كنقولها في لي فيديو ديالي، ماشي بالضروره ديري نفس المقادير اللي كنعطيك انا. المهم كنوريك انا الطريقه والوصف، المكونات راه كتبقى اختياريه. هنايا انا درت الورق ديال الفران دهنته بالزيت، وديروا اي مول عندكم، يا طويل
من الأحسن ديروه طويل بحال هكذا مستطيل باش يجيكم مزيان في التقطاع، ما تضيعش لكم بزاف. دهنوها بالزيت وتحاولوا تصايبوها بحال هكذا، يعني تجي مستطيله، وتجمعوا لها القنات ديالها البنات غير بسباتول بحال هكا، تجمعوا لها جنيبات ديالها باش فاش تبغي تقطعيها ما يضيعلكش، ما يجيكش فيها الروتوش بزاف. وتا بقى شي حاجه مهرسه راه ضروري ما تعطيها للوليدات. كيف ما كتشوفوا هكا دخلتها للثلاجه فساليت، آه، قديتها وساليتها، دخلتها للثلاجه تقريبا 10 ديال الدقائق. شديت الشكلاط اللي يكفيكم البنات، درتو في حمام مريم حتى داب، ودرتو بهذه الطريقه هذه. وغادي نطليه من الفوق باش يغطي لي جميع الجوانب حتى من الجناب البنات، ما تنساوش الجناب. قادو الجناب وقادو بشي معلقه او سباتول حتى يجي داكشي مقاد هو هذاك. وليت دخلتها للثلاجه حتى بردات، وفاش جبتها قلبتها. هاد الطريقه البنات حاولوا ما تنساوهاش فاش تبغوا تحيدوا الورق المطبخ، باش بلا ما يلصق لكم ديروا غير هاد الطريقه، شويه الماء في يديكم ودوزوا عليها ومسحوا من الفوق، غادي تحيد لكم الورق بكل سهوله، ما تلقاوش نهائيا اشكال. واخا دهنوا بالزيت ما تيقوش في الورق، واخا بالزيت يقدر يلصق. هنا فاش غديروا الماء غادي تحيد لكم بكل سهوله، ما غتلقاوش نهائيا المشكل، باش تبقى لكم النوقه ديالكم نقيه. كيف ما كتشوفوا طريقه سهله. ومن بعد البنات غادي نقلبها ونعاود ندوب الشكلاط الابيض، وغادي نطلي لها الوجه الاخر. هذا الوجه الاخر غادي نطليه لها حتى تلبس مزيان. على حسب كل واحد وشنو كيبغي. بالنسبه لي انا ما تنبغيش ندير الطبقه ديال الشوكولات تكون غليظه حتى في التهراس باش تجيكم سهله وما تشققش، لان الشوكولات بطبيعته فاش يبس كيكرم، فاش كتنزلي عليه بالموس او باش تقطعيه كيتشقق. من الاحسن ديروا طبقه رقيقه باش يجيكم سهل في التقطاع وما يتهرش ليكم البنات. وديروا بسباتول او بمعلقه او بشيته، المهم الطريقه اللي سلكاتكم. هنايا انا جبت مسطره وكندير العبار. اللي ما عندهاش مسطره يمكن لها دير غير شي حاجه بحال ما عرفتش يد ديال المعلقه او شي حاجه مثلا تخدمي بها في الكوزينه تقضي بها الغرض. هنايا المسطره، او ما عندكش مسطره، المسطره ديال ولدك ولا بنتك تقضي بها الغرض وكتقطعي. بالنسبه لافورم انت تختاري اللي بغيتي، ماشي بالضروره ديري نفس لافورم اللي درت انا درت مربعات. يمكن لك انت ديري مستطيلات، يمكن لك ديري مربعات، يمكن لك ديري حتى مثلثات، علاش لا. هذاك الشكل الاخير تيبقى اختياري، ماشي بالضروره ديري بحالي. صراحه كتجي زوينه وهماويه بريستيج، كتحطيها فوق الطبله يعني وانتيا عارفه راسك حاطه شي حاجه اللي واو. الطريقه ديال التقطيع نتوما كتشوفوا البنات، انا قطعتها بشكل مربع، كناخذ العبار غير بالاولى فالساليت انا حطيتها فوق هاد الكريطات هادو ديال الحليوات الصغار. الا ما بغيتوش نتوما ديروهم يمكن لكم تستغناو عليهم، ماشي بالضروري. بهذا الشكل هذا زينتها من الفوق بالكيوي، زينتها بالمشماش اللي ديجا شريته وقطعت. يمكن لكم نتوما ما ديروش كاع هذا، الا بغيتو تخليوها سامبل. بغيتو ما تشريوش المشماش والكيوي، يمكن لكم تشريو البنان. حتى البنان ديال الجدريال حتى هو راه قاضي الغرض، يعني بحال ما كاين، ما عندوش فاش يضر. المهم الشكل النهائي هو هذا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بالتعاليق وتردوا عليا شنو كاين. وشكرا للمشاهده.